ليه في شركات زي أبل وشوبيفاي بتقدر تكبر وتكمل لفترة طويلة بينما غيرها بيوقع ويموت؟ أحيانا بتكون الطريقة اللي بتتوسع بيها الشركة هي السبب. لما الشركة بتطلع منتج جديد وينجح في السوق المفروض إن هي متقفش زي ما هي، لأنها لو وقفت هتنهار والمنافسين هيلحقوها. مش بس المنافسين، ده كمان رغبة العملاء بتتغير مع الوقت. فأي برودكت أو أي تكنولوجيا بتعدي بأربع مراحل تطور عاملة زي الكيرف كده. المرحلة الأولى وهي النشأة، ده الوقت اللي لسه المنتج فيه بيتطور، لسه السوق بيفهمه. بعد كده تيجي المرحلة اللي بعدها اللي هي الجروس، لما يبدأ بقى خلاص السوق عرفه يبدأ ينتشر. ده بنوصل لمرحلة النضج، ودي بتكون البيك اللي هو ده أعلى استخدام وأعلى انتشار لهذا المنتج أو هذه التكنولوجيا. وفي الوقت ده الكومبيتيشن بتكون قوية جدا. بعدها بقى يبدأ البرودكت دوت يسقط وبتظهر برودكتس جديدة. فالشركة علشان تقدر تتعامل مع هذا التطور اللي بيحصل دايما لازم طول الوقت تفكر ازاي تتوسع. ففي انواع كتيرة جدا من التوسع. في بعض الشركات تقولك انا هاخد البرودكت دوت واروح لبلد تانية او كاستمر سيجمنت اخرى، ولكن في طريقتين للتوسع بيكونوا اذكى بكتير. الطريقة الاولى وهي ان الشركة تتحول الى بلاتفورم. المنتج في العادة بيكون ليه سقف، خلاص الناس عرفته واستخدمته، وحتى الكابابيلتيز بتاعتي انا كتيم موجودة جوه في الشركة يعني ليها سقف برضو تكبر فيه. فبالتالي الافضل ان انا استفيد من الكوميونتي اللي انا موجود فيها. فاعمل ايه بقى؟ اعمل اي بي ايز. يعني ايه؟ يعني اخلي شركات تانية تقدر توفر الخدمات بتاعتهم عندي. زي مين؟ زي شوبيفاي. شوبيفاي مش بس موقع انت تقدر تكريت عليه الاي كوميرس بتاعك، لا ده هم عبارة عن بلاتفورم بيبقى فيه شركات اخرى بتحط بلجنز او ادونز على شوبيفاي وبتبيعها لهذه المواقع. فبالتالي شوبيفاي بتاخد منك فلوس لما تبني الموقع بتاعك عندها، وتاخد فلوس تانية من الشركات الأخرى اللي بتبني بلجنز عليها برضه. النوع بقى التاني وهو المرحلة اللي بعد البلاتفورم، وهي إنك تتحول لشركة ايكو سيستم. يعني إن يكون عندك برودكتس بتكمل بعضها. أنا لما اشتري البرودكت دوت هبقى عايزة اشتري البرودكت ده كمان. مين بقى اللي بيعمل كده؟ شركة ابل. زي ما انتوا عارفين عندها الايفون والايربود والاي واتشز وابل تيونز والاب ستور. فطول ما انت عندك موبايل لازم تستخدم الاب ستور، وكمان هيبقى مريح بالنسبة لك ان انت يكون عندك ايربود. لو عندك ماك بقى والتليفون واللابتوب بيعملوا سينكرونايزيشن وهكذا. فهي عاملة انتجريشن قوي جدا ما بين هذه البرودكت. طيب هل كل البرودكتس اللي جوه الايكو سيستم لازم تكون من نفس الشركة؟ لا مش ضروري، وده اللي شركة هاير عاملاه. شركة هاير للأجهزة المنزلية أكيد كلكم عارفينها، عاملة ايكو سيستم للسمارت هوم، بمعنى إنها عاملة سوفت وير للاي او تي، وشركات كتير جدا بتقدر تانتجريت عليه. فالأجهزة المنزلية بتطلع من عندها، ولكن الأنوار مثلا ممكن تكون من عند شركة تانية. كمان عاملة انتجريشن مع جوجل وأليكسا علشان تقدر تتحكم في الاي او تي ده بصوتك. حتى مدخلين على البلاتفورم خدمات تركيب وصيانة وتمويل علشان تقدر تعمل انتجريشن مع البرودكتس دي مع بعض. ولو مش قادر تشتريها، لا في كمان شركات تمولك تشتريها. وده يعتبر اعلى ليفل في الكومباني ماتيوريتي معروف لحد دلوقتي. انا عبير سويلم، ولو عايز تعرف اكتر عن البيزنس فولو